أهلا وسهلا طلاب الأعزاء، طلاب الصف الثاني الإعدادي محل محافظة قنا. السؤال الأول بيقول اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات الموضحة. ألف، من الشكل المقابل تردد الجسم مهتز كام؟ يعني هو عاوز هنا يا ولاد عاوز التردد، يبقى هنا كده المطلوب مني إيه هو التردد. طب التردد بيساوي إيه؟ بيساوي معكوس الزمن الدوري، يعني واحد على الزمن ايه يا ولاد؟ على الزمن الدوري. تمام كده يا ولاد؟ طب هنا الزمن الدوري هو زمن اهتزازة كاملة، زمن اهتزازة كاملة يعني بحوالي 4 منين؟ 4 من 10 و4 من 100، يبقى أنا هقسم 1 على 4 من 100 وزي ما يطلع الناتج معي أدي حاسبة معي، هقول 1 على 4 من 100 هتساوي كام؟ هتساوي 25. يبقى الناتج معايا هيساوي كام يا ولاد؟ هيساوي 25 هرتز. 25 يا ولاد هرتز. يبقى اختياري هيكون رقم ايه؟ رقم ج. النقطة اللي بعد كده رقم 2 بيقول لي فيها يا ولاد، بيقول أي الأوساط المادية التالية تكون فيها سرعة الضوء أكبر ما يمكن؟ طبعا اكيد الجسم لما بتكون سرعه الضوء اكبر ما يمكن بتكون كثافته ايه؟ اقل. وهنا الاقل كثافه هو الاوساط الغازيه، يعني مين يا استاذ؟ هنختار مين؟ هنختار الهواء. تمام؟ النقطه اللي بعد كده بيقول لي فيها يا استاذ، النقطه بعد كده بيقول لي رقم 3 معايا اهو، كل ما يلي يتوافر في الازهار التي تتلقح بالحشرات ما عدا. يعني الإجابات دي كلها صحيحة، إن أزهارها تتلقح بالحشرات ما عدا مين؟ أزهارها ملونة، طبعا دي صح، لازم تكون الأزهار ملونة لكي تجذب أتراكشن إنسكت، تجذب الحشرات. حبوب اللقاح خشنة أكيد طبعا عشان تلتصق بجسم إيه؟ بجسم الحشرة. تفرز روائح ذكية برضك إجابة صحيحة لأنها تجذب الحشرات، لكن هل هتكون هي لقاح خفيف وجافة؟ طبعا دي العبارة خاطئة، فأنا هختار إيه؟ هختار بيه. طب واحد بيقول لي ليه يا أستاذ؟ لأن دي عشان تكون خفيفة وجافة يتم تلقيحها يا أولاد بالهواء أو بالرياح ويند. النقطة اللي بعد كده بيقول لي فيها يا أولاد رقم 4 بيقول لي في المرأة البالغة يحدث التبويض في اليوم الكام؟ هل في اليوم التاسع من عملية الطمس؟ هل اليوم العاشر؟ هل اليوم الرابع عشر من بدء عملية الطمس؟ ولا هل اليوم الرابع عشر من نهاية عملية الطمس؟ تمام، المرأة البالغة تبدأ عملية التبويض من اليوم الرابع عشر من بداية عملية إيه يا ولاد؟ من بداية عملية الطمس. تمام، دي الاختيار ج. النقطة اللي بعد كده بيقول لي إيه فيها يا أستاذ؟ بيقول لي صوب ما تحته خط. صوب ما تحته إيه؟ خط. ألف، جميع الموجات الكهرومغناطيسية، جميع الموجات إيه يا أولاد؟ الكهرومغناطيسية لها نفس السعة في الفراغ؟ طبعا دي عبارة خطأ، مش هتكون لها نفس السعة، أمال لها نفس إيه يا أولاد؟ هيكون لها نفس السرعة، هيكون لها نفس يا أولاد؟ نفس السرعة. يبقى اختيارها هيكون أنا يا بابا في نفس إيه؟ في نفس السرعة. يبقى نفس إيه هنا؟ اكتب له نفس السرعة في الفراغ، سبيد، لأني بتتحرك ب3 في 10 أس 8، دي للتوضيح فقط. طب اللي بعده، ينتقل الضوء في الأوساط المادية الشفافة على هيئة خطوط مستقيمة يا ولاد، اللي هي ستريت لينز. طب النقطة اللي بعد كده، في نبات المانجو تمام يتم التكاثر عن طريق التطعيم بالقلم؟ طبعا عبارة خاطئة، التطعيم يا ولاد باللصق. في الشكل المقابل نوضح كده الشكل مع بعض حبايبي الغاليين. الشكل المقابل الضوء الأبيض ده دخل على المنشور الثلاثي تحلل إلى 7 ألوان. الرقم 1 ده يمثل إيه؟ أقرب لرأس المنشور، يبقى ده أكيد إيه؟ الضوء الأحمر. تمام، والأقرب للقاعدة بيكون ضوء إيه؟
البنفسجي. فهنا بيقول ايه؟ اي الشكلين 1 و2 يمثل الضوء الاحمر. طبعا رقم 1 بيمثل الضوء الاحمر ورقم 2 يمثل الضوء البنفسجي. النقطة اللي بعد كده بيقول لي كومبليت سينتنس، أكمل عبارات. موجات الصوت موجات ميكانيكية طولية، أما موجات الضوء موجات كهرومغناطيسية. موجات إيه يا ولاد؟ كهرومغناطيسية. ننتقل على بركة الله تعالى للنقطة اللي بعد كده على طول. بيقول لي إيه يا أستاذ؟ بيقول لي تتناسب درجة الصوت تناسبا طرديا مع مين؟ مع التردد. كلما زاد التردد زاد درجة الصوت حدة. بينما تتناسب شدة الصوت تناسبا طرديا مع مربع مين؟ مع مربع سعة مصدر الصوت. تمام كده يا بابا؟ النقطة اللي بعد كده بيقول لي ورق الشجر من الأسطح التي يحدث لها انعكاس غير منتظم، لأن جسم إيه؟ معتم irregular. بينما الأسطح المصقولة يحدث لها انعكاس منتظم، اللي هي بنسميها إيه يا ولاد؟ regular speed reflecting. هرمون نقط مسؤول على نعومة صوت الأنثى، ده هرمون الاستروجين. بينما هرمون نقط ريسبونسابل مسؤول على خشونة الصوت، ده هرمون التستوستيرون. النقطة اللي بعد كده اذكر مثالا واحدا. حركة دورية اهتزازية زي حركة الشوكة الرنانة أو جيتار. موجة مستعرضة زي موجة الضوء أو الراديو. زهرة خنثى زي الورد إيه؟ الورد البلدي. النقطة اللي بعد كده ادرس الشكل المقابل. الشكل ده اهو. ما نوع التلقيح اللي يحدث في الزهرة؟ طبعا دي بتحتوي على كأس وتويتش ومتاع، وما فيهاش مين يا ولاد؟ ما فيهاش أعضاء التذكير اللي هو الطلع. يبقى ده هيحدث تلقيح إيه؟ خلطي. ما مصير التركيب س وص بعد عملية الإخصاب؟ التركيب س يمثل البويضة، دي يا بابا هتنمو وهتكون البذرة. تكون إيه؟ البذرة سيد. بينما صاد المبيض طبعا هينمو ويكون إيه؟ البويضة. يكون إيه يا بابا؟ البويضة أوفا. النقطة اللي بعد كده أولاد اكتب المصطلح العلمي الدال على كل عبارة. ألف، الزمن اللازم لعمل اهتزازة كاملة، ده الزمن إيه؟ الزمن الدوري. المسافة التي تقطعها الموجة في الثانية، دي سرعة سبيد ويف، سرعة الموجة. موجة ترددها يزيد عن 20 كيلو هرتز، دي موجات فوق سمعية التراسونيك. كيس جلدي يوجد خارج تجويف جسم الإنسان، ده كيس الصفن الذي يحمل خصية في درجات حرارة أقل من درجة حرارة الجسم بدرجتين. استخرج الكلمة الغير مناسبة. ألف، تعقيم اللبن، تشخيص الأمراض، كشف الألغام، قياس الضغط. أنا هستبعد قياس الضغط. طب ليه؟ لأن تعقيم اللبن، تشخيص الأمراض، وكشف الألغام دي من استخدامات ووظائف فانكشن النغمات الفوق سمعية أو الموجات فوق سمعية. عذرا. طاقة الفوتون، الطول الموجي، تردد الفوتون ثابت بلانك. طبعا أنا هستبعد ويف لينس الطول الموجي. ليه؟ لأن طاقة الفوتون بتساوي ثابت بلانك في تردد مين؟ الفوتون. تاني نقولوها دي يا أولاد، طاقة الفوتون بتساوي ثابت بلانك في تردد الفوتون، أما طول الموجي ده مستبعد. مهبل، قضيب، راحم، قناة فالوب. أنا هستبعد القضيب
لأن ده من أعضاء تركيب الجهاز التناسلي عند المرأة. في الشكل المقابل ده هو كده سقط شعاع ضوئي من الهواء إلى زجاج، طبيعي هينكسر مقتربا من العمود المقام. يبقى أنا هختار إيه؟ ب، لأن هو كده في إيه انكسر مبتعد عن العمود المقام، يبقى دي عبارة خاطئة. وعند سي ده غلط اصلا، هو انكسر مش اقترب، ده هو تفادى العمود المقام. لكن بي هو سقط من الضوء من الهواء الى الزجاج مقتربا من العمود المقام. احد طلابي اسمعه ويقول لي استاذ وليه يقترب من العمود المقام؟ اقول له لان كثافه الوسط للزجاج اعلى من الهواء، وبالتالي سرعه الموجات الضوئيه في الزجاج هتكون اقل من الهواء، وبالتالي العمود ينكسر مقتربا من العمود المقام. هنا بيقول لي السؤال اي من الزوايا يمثل الشعاع الضوئي منكسر؟ طبعا ب. النقطة اللي بعد كده يا ولاد بيقول لي صح وغلط. الميجا هرتز تساوي 10 أس 6 جيجا هرتز؟ طبعا لا، عبارة ايه خاطئة، ان هي تساوي 10 أس سالب 3. يعتبر الوسط الذي ترى فيه الأجسام خلفه غير واضحة ده وسط معتم اوبك ماتيريالز؟ لا غلط، ده وسط شبه شفاف سيمي ترانسبيرنت. طب النقطة اللي بعد كده يا ولاد حبايبي الغاليين عليا، النغمات التوافقية، النغمة التوافقية تاني مع بعض، النغمة التوافقية المصاحبة للنغمة الأساسية تكون أعلى منها في الدرجة وأقل منها في الشدة. عبارة صحيحة. في أنثى الإنسان تتم عملية إخصاب البويضة في بداية قناة فالوب. عبارة صحيحة. ماذا يحدث لو اقترب جسم مهتز من موضع سكونه؟ لو اقترب من موضع السكون يا ولاد هقول له يزداد أو تكون سرعة الجسم نهاية عظمى، بمعنى إن الجسم يكون أسرع ما يمكن. استئصال غدة البروستاتا وغدتها كوبر، ده الإجابة هتكون إيه؟ عدم القدرة على إنتاج السائل المنوي، وبالتالي موت مين؟ الحيوانات المنوية، لأن هم لهم دور أساسي مع الحيوانات المنوية. عدم نضج المدك والميسم في وقت واحد في نبات الكتان، يبقى يقولوا كده عدم التلقيح الذاتي، ويتم بعد ذلك التلقيح الخلطي. طب اللي بعده يا استاذ بيقول لي الشكل المقابل ده، من الشكل المقابل يوضح تركيب الحيوان المنوي. الجزء المسؤول عن تفكك الغلاف الخلوي للبيضة اثناء عملية الخصاب. طبعا هقول له انا ايه؟ واحد. ليه؟ لان الرأس دي بتصدر انزيمات. تعمل ايه يا بابا؟ تصدر انزيمات تعمل على تفكك مين يا بابا؟ الغلاف الخلوي للبيضة. معنا مع محافظة الأقصر إن شاء الله في وقت قريب، ولكن كل رجاء من طلاب الأعزاء الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي تصل الفيديوهات لأكبر عدد ممكن. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.